صباح الخير على كل أصحابنا الحلوين، وأهلا بكل أصحابنا الجداد في قناة سالي نبيل. هنعمل النهاردة بقى كرككة الدجاج أو كفتة الفراخ. هي من الأكلات السهلة جدا اللي بتسعفنا لو عاوزين غدا سريع، أو مثلا في المصيف، أو حتى لولادنا في المدرسة. هنعرف كل المكونات. هي مكوناتها بسيطة جدا، عبارة عن فراخ وبطاطس وبصلة واحدة ومعلقة توم. هكلمكم بقى عن تفاصيل المكونات. دي فرخة حوالي 2 كيلو وربع، وهي سليمة، ولما اتنضفت وكده يعني صفت على حوالي 2 إلا ربع 2 إلا 200 جرام، حاجة زي كده. وبرضو ليكم مطلق الحرية ان انتوا تستخدموا الفرخة كاملة، او مثلا لو عايزين تستبدلوها بأوراق الدجاج، او حتى بالصدور بس. هركن دلوقتي البيض والبقسماط على جنب لغاية لما نيجي لمرحلة تحمير الكروكيت. مش محتاجة غير بس الفراخ و2 بطاطس وواحد بصلة بس، ومعلقة توم يعني 5 6 فصوص، والملح والفلفل. الملح حوالي مثلا معلقة واحدة، والفلفل نص معلقة. وعندي كمان مجموعة تانية من التوابل دي هستخدمها وانا بسلق الفراخ. في بقى مية بتغلي على النار، رحت حطيت فيها كل القطع بتاعة الفراخ. طبعا الفراخ دي مغسولة، وبعد ما اتغسلت كويس جدا اتنقعت في محلول مية وملح وليمون، وبعد كده اتشطفت وهنبدأ نسلقها. بالنسبة لمجموعة التوابل اللي هضيفها عليها، هي فلفل اسود بس مش مطحون، و4 فصوص حبهان، وورقتين 3 ورق لورا، وكمان البصلاية. الملح بحطه في اخر ربع ساعة من التسوية. برضو البطاطس هسلقها، واخر ربع ساعة لما تبدأ تستوي هحط لها برضو الملح. دلوقتي عندي الفراخ خلاص اتسلقت، والبطاطس كمان. البطاطس بنختبرها بسكينة كده، بوس سكينة، لو البوس دخل بسهولة فيها يبقى كده خلاص طريت من جوه واستوت. هبدأ دلوقتي ان انا اقشر البطاطس. انا بحب اقشرها وهي لسه دافية، بحس ان هي بتطلع القشرة بسهولة جدا معايا. وبعد كده ببدأ ان انا اهرسها، سواء بقى بالشوكة او بهراسة البطاطس، هي كده ولا كده. برضو هديها لفة كده في الكبة علشان خاطر اتأكد ان مبقاش فيها اي قطع سليمة. الفراخ لازم اول لما اخرجها من الشوربة لازم اسيبها تتصفى شوية خالص، لاني مش عايزة فيها ولا نقطة شوربة. وبعد كده ببدأ اخلي اللحم من العظم، واطلع كل اللحم اللي فيها اخليه لوحده، والعظم خلاص بنتخلص منه. الصدور والاوراق وكل حاجة انا بخليها تماما من كل العظم اللي فيها. كده خلاص انا خليت الفراخ، وبرضو هتاخد فرمة كده سريعة في الكبة. طبعا بحط حبة حبة في الكبة، مش بفرم كل الكمية مع بعضها عشان ما تقلش عليها، وعشان اتأكد ان كل الفراخ بتاعتي اتفرمت كويس. بعد كده بدي وش كمان للبطاطس المهروسة، ان انا افرمها كلها واتأكد فعلا ان ما بقاش فيها اي حبيبات سليمة. لان اي حبيبات سليمة سواء في الفراخ او البطاطس او البصل او الثوم، اي حاجة منهم فيها ولو فتفوتة سليمة هتخلي عملية ان انا اصبع الكفتة يعني تبقى صعبة شوية، وكل شوية بقى الكفتة تتفتح وتتهري وتبقى مش عايزة تتشكل معايا على شكل صوابع. فكل المكونات بتاعتي بفرمها كويس جدا في الكبة. انا هنا فرمت كل حاجة لوحدها، البطاطس لوحدها، البصل لوحده، الفراخ لوحدها. لو واحنا شغالين حسينا ان لا لسه في شوية كده العجينة مش عايزة تتشكل معانا، ممكن نبدأ ان احنا نفرمهم كلهم مع بعض، حبة حبة كده مع بعض، لغاية لما الكمية كلها تبقى ناعمة خالص. هقلب بقى كل المكونات مع بعض، وبعد كده بحط معلقة ملح صغيرة واحدة بس، ونص معلقة فلفل. ونخلي بالنا لان كل حاجة يعتبر فيها الملح بتاعها، يعني الفراخ فيها المسلوقة وفيها الملح بتاعها، والبطاطس نفس القصة برضو مسلوقة وفيها الملح بتاعها. يعني هي بس حكاية ان احنا نظبط الملح، لكن مش بنحط ملح من اول وجديد. وطبعا الملح ده بيبقى حسب الذوق،
وحسب كل واحد هو متعود الملح بتاعه يبقى ازاي. خلاص كده العجينة بقت ناعمة خالص في ايدي، وجربت كده واحدة لقيتها بتتشكل بسهولة. هبدأ بقى اخلص كل الكمية اصبعها، وبعد كده نشوف هنعمل معاها ايه. طبعا وانا بصبعها لازم اضغط عليها شوية علشان خاطر كل المكونات تبقى ماسكة في بعض. وبالمناسبة انا ما بستخدمش الجلد بتاع الفراخ، يعني برضو بخليه مع العظم، يعني بتخلص منه مع العظم. كمان لازم المكونات بتاعتي تبقى كلها باردة، يعني البطاطس بردت، الفراخ بردت، فكل حاجة لازم تبقى باردة ولازم تبقى ناعمة جدا. زي ما قلنا اي قطعة صغيرة لسه ما اتفرمتش كويس ممكن تخلي الصباع بتاع الكفتة يفك مني، فلازم اتأكد ان كل المكونات بتاعتي ناعمة جدا. صبعت كل الكمية، فدلوقتي هنخش على المرحلة اللي بعدها. انا معايا بيضتين، هحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل واضربهم كويس جدا علشان ما يبقاش فيهم تكتلات. وبعد كده بستخدم بقى ايد بتعمل الصوابع في البيض وترمي على البقسماط، والايد التانية تطلع من البقسماط. الطريقة دي حلوة جدا عشان ما نهدرش في البقسماط، وعلشان خاطر ما نلاقيش ايدينا كلها اتملت عجينة. هنا انا شكلت كل كمية الكروكيت بتاعتي، ولينا حرية الاختيار، اما هنقليها في نفس اليوم او ان انا هخزنها في اكياس واحطها في الفريزر لغاية اليوم اللي انا عايزاها تتقلي فيه. هطلعها قبلها بشوية تفك حبة، وبعد كده هقليها عادي جدا. برضو الطريقة دي حلو جدا في القلي، ان انا ما برميش وبالتالي الزيت يطرطش ونتلسع ونوسخ الدنيا حوالينا. انا بحط كل 2 على الشبكة اللي انا بحطها في الزيت، وبعد كده بنزلهم بالراحة جدا في المكان الفاضي من الزيت بمنتهى البساطة. طبعا ما بكترش الكمية في الزيت علشان الزيت بعد ما سخن ما يسقعش تاني، لان لما نحط حاجات كتير درجة حرارة الزيت هتنزل، فبالتالي انا مش عايزة ده يحصل، فلازم يفضل سخن. عشان كده مثلا بحط اقصى حاجة 8 صوابع بس في الزيت. وملحوظة تانية عشان الناس اللي بتفتح منها الكفتة بتفتح، وخصوصا كروكيت الدجاج بيفتح لما يكون الزيت مش مغطي كامل الصباع لغاية فوق. لازم اتأكد ان كمية الزيت كافية انها تغطي كل الصباع لغاية فوق. خلصت كل الكمية. طبعا ممكن يتقدم مع مكرونة زي اللي احنا عاملينها النهاردة، وممكن يتقدم مع المكرونة بالبشاميل، وممكن يبقى طبق جانبي جنب مثلا اي حاجة تانية في حفلات في مناسبات. حاجة كده سهلة ولذيذة، وزي ما قلتلكوا ممكن في المصيف ناخدها جاهزة، ممكن في المدرسة اولادنا ياخدوها، فهي سريعة جدا وما خدتش وقت كبير مني. وان شاء الله تعجبكم لما تجربوها لانها فعلا بجد ممتعة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وشكرا جدا جدا للمتابعة، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.